السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد تحت طلب بزاف ديال الاخوات كانوا طلبوني باش نشارك معهم الفقاس. المهم اليوم ان شاء الله كتاب وجا الوقت باش نشاركوا معكم ان شاء الله. بالنسبه للمقادير والطريقه غادي تشوفوهم معايا في الفيديو. بالنسبه للمقادير غادي ناخذ 4 ديال البيضات، غادي نزيد عليهم كاس ديال السكر سنيده، وغادي نزيد كاس ديال الزيت. اللي عندها البنات الساشي ديال الزهر ولا الساشي ديال الفاني ديروا في هذه المرحله هذه البنات مع هذا الخليط هذا، وغادي تطحنوه. غادي تقدروا تخدموها البنات بيدكم ولا تقدروا ديروا الكاس ديال العصير. انا هنا خدمت غير في الهشوار، زدت هنا 4 كاس ديال ما زهر، وبقيت كنطرب مزيان حتى حصلت على واحد الخليط متجانس. هنا البنات في البول عندي كاس ديال اللوز عامر وكاس ديال الجنجلان. غادي نحرك هاد المقادير هادو مزيان حتى يتجانسوا، وغادي نزيد عليهم معلقه ديال النافع مدقوقه ومعلقه ديال حبه حلاوه. هذه المهم اختياريه، يعني كيجيو زوينين، كيعطيو واحد المذاق مع النكهه ديال الفاني. الا كنتو دايرين الساشي ديال الفاني ولا الساشي الزهر كيجي زوين. زدت خماره ديال 15 غرام، وغادي نبقى ندخل الطحينه البنات شويه بشويه. المهم هنا غادي تلاحظوا معايا انا هنا مسرعه الفيديو البنات لان باش ما يجيش الفيديو طويل. دخلت الكميه ديال الطحين. انتم غادي تشوفوا البنات العجينه كيفاش غتكون معايا. باقا العجينه كتلصق، ها انا وريتها لكم البنات. رشيت هنا فوق سطح العمل واحد شويه ديال الطحين لان العجينه باقا كتلصق، ودرت بحال واحد الحربول كبير. غادي نقسمو عيني ميزاني على 4، وغادي نديرو حريبلات وغادي نديرو في اللاطه وحده مور وحده كيف كتشوفوا معايا البنات. هنايا كيكونوا حريبلات ماشي رقاق وماشي في نفس الوقت يعني غلاط بزاف، يعني كنديرهم هانتوما شوفوا. وانا كنخدم كنضرب مع سطح العمل باش كيتحيد ليا داك الهواء اللي كيكون في دوك الكويرات، باش ما كيطرطقش الفقاس، باش كيجي يعني هو هذاك. المهم غادي نستمر هكا البنات. غادي نديرهم في اللاطه كاملين، وغادي ندهنهم بصفار البيض مخلط مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي ندهنهم البنات مزيان كيف غادي تشوفوا معايا هنا في الفيديو. انا كنهضر بالزربه البنات لان الفيديو راه كيجري الوقت، عندي الوقت قصير. كيف قلت لكم غادي ندهنهم وغادي ندخلهم البنات. غادي نثقبهم بواحد العود ديال دوك العودات ديال السنان ديال الخشب. غادي نثقبهم مزيان باش يتنفس ليا الفقاس ضروري من هذه العمليه. وغادي ندخلوا الفران بارد 150 160 درجه، ما تدوزوهاش. وطلعوا اللاطه الفوق البنات، خليوها حتى يطيب على خاطره، يعني عطيوها الوقت ديالو. وغادي تكون النتيجه النهائيه كيف شفتوه معايا البنات في اول الفيديو. كتحصلوا على فقاس خفيف ومقرمش وهشيش في نفس الوقت. نتلاقاو في الفيديو الجاي البنات.